مساء الخير او صباح الخير على حسب الوقت اللي بتشوف الفيديو. في خلال الفيديو النهارده ان شاء الله هتكلم معاكم على شويه اسباب من وجهه نظري خلت انه فيلم بلاك بانثر واكاندا فور ايفر او فيلم بلاك بانثر 2 ما يكونش من احسن الافلام بتاعت مارفل، او زي ما نقول كده مش زي ما هم قاعدين بيضخموا فيه. وبلاش كلام كتير ولا نخش في الفيديو. وفي البدايه برضه هقول نفس الكلام اللي قلته ساعه الفيديو بتاع دكتور سترينج، ان هي تعتبر اراء والافكار اللي انا هقولها دلوقتي هي مني انا. انت ممكن تتفق معايا برضه ما فيش اي مشكله، اختلفت برضه مع الكلام اللي انا بقوله برضه ما فيش اي مشكله. في الاول وفي الاخر دي شويه اراء ووجهات نظر. طيب في البدايه كده عشان الناس اللي هي ممكن تقول لي ازاي فيلم بلاك بانثر وكاندا فور ايفر مش عاجبك او مش حلو بالنسبه لك. بصوا يا جدعان، هو انا بالنسبه لي كانت افلام مارفل هي تعتبر عظمه ومفيش اي مشكله ومفيش اي نزاع عن النقطه دي. ومش كانت بس، هي كانت وما زالت. اي فيلم بينزل بروح اتفرج عليه في السينما في اول ميعاد عرض ليه وفي اول وقت للعرض كمان. فاللي هو الحوار ما فيهوش كراهيه بيني وبين الشركه، واظن دي حاجه واضحه بالنسبه للناس كلها. بس المشكله ان هو الفيلم لما اتفرجت عليه كله من اوله لاخره جوه السينما من اول ما بدا لحد ما انتهى، الفيلم برضه فيه اسباب كتير ودي اللي انا هتكلم فيها خلت انه الفيلم مش حلو. النقطه الاولى والاخيره اللي هي كانت موجوده في اول الفيلم وفي اخر الفيلم، واللي تقريبا الفيلم كله كان قاعد بيدور عليها، وكانت برضو موجوده في الفيلم نفسه وساعه الماركتينج برضو بتاع الفيلم. هتقول لي ايه النقطه دي؟ هقول لك النقطه دي هي بتاعه التعاطف. الفيلم قبل ما ينزل الفيلم وانت قاعد بتتفرج عليه كله قاعد بيدور حوالين نقطه التعاطف. لازم ان انت تتعاطف معانا على اساس ان هو الممثل مات. انا عارف ايوه ان هو ممثل مات ودي حاجه طبعا بتحزن الواحد والكلام ده طبعا اللي احنا عارفينه، بس برضو انت بتتكلم من ناحيه تانية على الفيلم نفسه. يعني ما ينفعش ان انت تخليه لي الفيلم كله على انه الممثل ده مات. موته ايوه على عيني وراسي، خلاص الله يرحمه، بس هتيجي تقول لي اصل الفيلم نزل بتاع الممثل اللي مات في العالم السينمائي دوت وما اعرفش ايه، الحوار مش بيبقى حلو. وما بحبش انا برضو الحوارات اللي تبقى بنفس النمط دوت. انت كانك كده بالظبط بتقول للناس يا جدعان الفيلم ده لازم ياخد تقييم كويس جدا عشان ده بتاع الممثل اللي مات، ولكن انت في الاساس مش كاتب الفيلم صح او مش عامل الفيلم صح. هضرب لك الموضوع ده بمثال حلو. كانك بالظبط ان انت رايح امتحان وخليت مثلا انه حوالي مليون واحد يدعي لك دعوه ان انت تنجح في الامتحان وانت اساسا مش مذاكر، ولما رحت الامتحان انت محلتش اي حاجه ومستني النتيجه بتاعتك. بنتكلم بقى بالعقل دلوقتي، هل انت كده هتنجح؟ اكيد مليون في الميه لا. هتسال ليه؟ لانك انت ما عملتش حاجه كويسه جوه الامتحان. فنفس المنظور ده هو اللي انا شايفه برضه على الفيلم، وده يخليني انا اتكلم عن النقطه التانيه بشكل اوسع، ودي اللي اتقالت بعد نزول الفيلم وبعد ما اتفرجت عليه في السينما. والنقطه دي ببساطه بتتكلم عن القصه الاصليه بتاعت الفيلم. انا الصراحه شفت ناس كتير جدا قاعده بتقول انه السكريبت ده هو السكريبت الاصلي للفيلم، ومفروض تشادوك بوزمان كان هيعمل الدور الفلاني وكان ابنه هيظهر، ومن الاخر كده قريت السكريبت الاصلي اللي هو المفروض بتاع الفيلم. المشكله بقى في الكلام دوت ان انت عندك المخرج والممثلين وبعد كده مخرج تاني بيفضلوا كل فتره والتانيه يطلعوا يقولوا لك لا اصل القصه الاصليه للفيلم كان المفروض هيحصل واحد اتنين تلاته. تلاقي واحد تاني بعدها بكام يوم يطلع ينفي الكلام دوت عن طريق ان هو يحكي لك قصه تانيه خالص ويقول لك اصل القصه دي هي القصه الاصليه للفيلم. وبعد كده تلاقي ان هو المخرج نفسه برضه طلع للمره التالته ولا الرابعه طلع قال قصه برضه تانيه خالص. انا عن نفسي الصراحه والكلام ده بامانه الفتره اللي فاتت دي انا كل شويه قاعد بتابع الكلام بتاعهم، الاقي ان هو الكلام قاعد بيختلف كل شويه. تلاقي حد يجي يتكلم يقول لك اصل الفيلم المفروض هيركز على تتشالا وابنه، تلاقي حد تاني طلع يتكلم يقول لك لا كان هيركز على شوري وبلاك بانثر، وشوري هتبقى بلاك بانثر زي الكوميكس. فكده في خلال الفيلم يبقى عندك اتنين بلاك بانثر، واحد مذكر والتانيه مؤنثه. وتلاقي معرفش مين تالت طلع يتكلم عن موضوع تالت خالص. انا نفسي وانا قاعد بتابع الكلام ده انا نفسي تهت، ايه اللي صح وايه اللي غلط انا نفسي مش عارف. والمشكله زي ما قلت قبل كده في الفيديوهات القديمه الكلام فعلا كلام رسمي. المشكله التالته معانا واللي هي المشكله بتاعه المرض نفسه. ليه شركه مارفل ما قالتش ان هو مثلا الممثل كان عنده سرطان زي الحقيقه، او على الاقل خالص كانوا يقولوا ان هو في مرض في العالم بتاع الام سي يو نفسه اللي هو في الاحداث بتاعه الافلام، ومن ناحيه يفسروا الموت بتاعه تشالا او بلاك بانثر، ومن الناحيه التانيه يفسروا برضو الموت بتاع جنرال روس عشان طبعا برضو الممثل بتاعه هيتغير، او بالفعل هو اتغير وبقى في ممثل تاني هو اللي بيلعب الدور بتاع ريد هالك. فليه شركه مارفل ما قالتلكش مثلا هو عنده السرطان، عنده مثلا المرض الفلاني؟ يعني اضعف الايمان خالص ان انتوا كنتوا تجيبوا نشره اخبار مكتوب فيها الخبر بتاع انه في مرض منتشر، ساعتها احنا كناس هنعرف انه في مرض جوه العالم بتاع الام سي يو نفسه، والحوار هيبقى سهل قدام ان انتوا تبدلوا بالممثلين اللي ممكن يموتوا. بالنسبه لي عن نفسي كمشهد تخيلي للموضوع دوت كان ممكن ان احنا نشوف راموندا وشوري الاتنين بيتفرجوا على التلفزيون، وبعد كده نشوف الصوره بتاعت تشالا وهو مكتوب جنبه انه في مرض منتشر في واكاندا مثلا على سبيل المثال، وليكن مثلا المرض ده بسبب الفايبرينيوم. وطبعا عشان كان في تعاملات بين امريكا وبين واكاندا في التصدير بتاع الفايبرينيوم، فالمرض ده انتقل من واكاندا لامريكا، فخلى انه في ناس في امريكا بتموت وخلى انه في ناس برضه في واكاندا بتموت. واللي مات في واكاندا مثلا كام واحد كده عشوائيين
شايلين معاهم برضو الملك تتشالا نفسه، والناس اللي ماتت دي ممكن تكون ناس كانت شغاله على الفايبرينيوم نفسه من العلماء يعني بتوع واكاندا، والناس اللي ماتت في امريكا هم من الناس اللي استوردوا الفايبرينيوم من واكاندا، اللي هو معنى اوضح اول للناس اللي استلمته. بالنسبه لي الحوار كان هيبقى افضل من الكلام اللي احنا قاعدين بنشوفه اللي هو الكلام المبهم ان هو تتشالا مات. طيب ماشي، هو مات بسبب ايه؟ ما تقدرش ان انت تفهم، لان في الحقيقه هو مات بسبب مرض معين، ولكن في الافلام المفروض ان هو هيموت زي الكوميكس اللي هو مثلا بسبب الاشعاعات بتاعه الفايبرينيوم، ولكن ما فيش اي تلميح على الفايبرينيوم، فالحوار من الاخر مبهم. فانا عن نفسي كنت افضل ان انا اشوف المشهد ده على المشاهد المعفنه جدا اللي كانت موجوده جوه الفيلم. ودي النقطه الثالثه معانا، الفيلم فعلا مليان مشاهد ملهاش اي 60 لازمه، ده على حسب توقع الشخص زي ما قلت، ده رايي الشخصي، من حقك ان انت تقبله او ترفضه. من ضمن المشاهد اللي ملهاش اي 60 لازمه من وجهه نظري، اولا المشاهد بتاعه السلو موشن، ودي حاجه يعني ما فيهاش اي جدال، لان انا حسيت بالظبط وانا قاعد في السينما ان انا بتفرج على فيلم هندي، نيمور بيضرب مومباكو فتلاقي مشهد سلو موشن. طب ايه الجامد في الموضوع؟ ايه الحاجه المثيره اللي موجوده في الموضوع؟ هل مثلا في جسمه في عظمه اتكسرت، ضلوعه اتكسرت، بقى مثلا مش قادر ان هو يتنفس؟ مفيش اي حاجه من الحاجات دي حصلت، هو بس بيوريك ان هو الدرع بتاعه اتكسر. المشهد التاني طبعا واللي هو بتاع الانفجار اللي كان موجود على الجسر، ايه الجامد في الانقلاب اللي احنا شفناه قدامنا؟ ما تفهمش. يعني انا بالنسبه لي حسيت ان انا بتفرج على فيلم ديدبول 1، ولكن على الاقل فيلم ديدبول احسن. هتقولي ليه؟ هقولك عشان في خلال فيلم ديدبول 1 انت شفت اكتر من مشهد في نفس الثانيه، واللي هي بتاعه العربيه وهي بتتقلب، انما هنا انت ما شفتش حاجه غير ان هي شوري بس بتعمل الدرع، وبعد كده وقعت واغمى عليها، وكوي طبعا وقعت برضه هي التانية اغمى عليها شويه، بعد كده فاقت، وريري ويليامز حبت ان هي تنام. فحسيت الصراحه وانا قاعد بتفرج على المشاهد دي هناك في السينما ان هم كانهم بيعرفوك ان احنا اشترينا كاميرات جديده وهنصور لك بيها مشاهد ملهاش اي 60 لازمه ومش هتفيدك وما فيهاش اي اثاره، لمجرد بس ان انت تعرف المعلومه دي ان احنا جبنا كاميرات. وده ينقلك للنقطه اللي بعد كده واللي هي بتخص المده بتاعه الفيلم. مده الفيلم طويله جدا للامانه، ده اول فيلم المارفل بالنسبه لي اتفرج عليه وابقى عايز ان انا اقوم من الكرسي اللي انا قاعد عليه وامشي. ملل غير طبيعي، زي ما قلت في الاول الفيلم كله حوالين التعاطف على ان الممثل مات. حتى كمان المدينه بتاعت نيمور وانا قاعد بشوفها حسيت بملل، وكل اللي هم قاعدين بيقولوا لك عليه اصل الفيلم ده اطول من فيلم اند جيم. ماشي هو اطول وكل حاجه، بس ايه الفايده؟ نيجي للمشكله الاخيره، ودي بالنسبه لي كانت في البوست كريت سين اللي هو كان بيخص تشادويك بوزمان. يعني انا متفرج على الفيلم من اوله لاخره وعديت الموضوع ومستني البوست كريت سين اللي كان عليه تسريبات ان هو دكتور دوم هيظهر جواه، وانا بنفس الكلام على النقطه دي قبل كده، وبالفعل في تسريبات اكدت ان هو دكتور دوم ليه علاقه بالفايبرينيوم وان هي مساله وقت وهيظهر قدام في الام سي يو. كل الكلام ده اترمى على جنب وشفت ان هو في مشهد بيخص تشادويك بوزمان اللي هو خلاص الله يرحمه. مش عايز اتريق على موت الممثل، بس حاجه زي كده يعني مش حلوه، كنت تخليها في اخر الفيلم خالص. حتى كمان لو انت تعملها كانها بوست كريت سين لوحده خالص كان الموضوع هيبقى احسن، وده طبعا من وجهه نظري، بدل ما انت متقعدني حوالي 3 ساعات عشان اتفرج على بوست كريت سين اللي المفروض ان هو هيجهزني لحاجه تانية قدام، وفي الاخر انا ما اشوفوش واشوف قدامي صوره كمان مش بتتحرك. يعني انا بالنسبه لي من وجهه نظري كنت تحط الصوره دي يا اما في اول الفيلم يا اما في اخر الفيلم خالص، واتنين بوست كريت سين وخلاص الموضوع انتهى. يعني عن نفسي الموضوع كان هيبقى بالنسبه لي الطف من الكلام اللي انا شفته جوه الفيلم. يا عم مثلا وريني القلعه بتاع الدكتور دوم، وريني شخص بيقدم نفسه على انه اسمه فيكتور فان دوم، على الاقل خالص يا عم كمان كنت توريني مشهد لامريكا وايه اللي بيحصل فيها دلوقتي بعد الهروب بتاع ايفرت روس، كنت هعرف ايوه انه في حرب دلوقتي هتحصل على واكاندا كنوع من الحماس كده بسيط، تقدر تكمل الاحداث دي في خلال فيلم الساندر بولتس او على الاقل تربط بين الاعمال دي. انما لا، مفيش اي حاجه من الحاجات دي حصلت. وزي ما قلت الصراحه يعني ده برضو من وجهه نظري، كنت تحط التقدير بتاع شادويك بوزمان ده في الاخر خالص وتحط 2 بوست كريت سين عاديين، انما ما تورينيش صوره وبعد كده تيجي تقول لي اصل اتحسبت عليك ان هو ده بوست كريت سين. ولو تلاحظوا برضو ففي خلال الفيديوهات اللي انا لسه منزلها من قريب اتاكد بالفعل ان هو كان في بوست كريت سين تاني ولكن هو اتمسح، فالحوار فعلا مستفز. والمستفز اكتر من الحوار ده بالنسبه لي حاليا ان هو الفيلم المفروض نزل من شهر 11 اللي فات والفيلم برضو مش حلو، وما زالت مارفل لحد النهارده لسه منزلتوش على المنصه بتاعه ديزني بلس، وعلى حسب العدد بيتقال فتقريبا هيتاجل لحد يوم 21 فبراير يا اما يوم 1 فبراير، وايام غريبه كده معرفش هو كل شويه قاعد بينتقل. طب ليه كل شويه انتوا قاعدين بتاجلوه؟ محدش فاهم. وبس هي دي كانت شويه اخطاء بالنسبه لي من وجهه نظري كانت تخص فيلم بلاك بانثر واكاندا فور ايفر. بس كده يكون الفيديو النهارده خلص. لو عجبك الفيديو حط لايك على الفيديو واشترك في القناه لو انت لسه ما اشتركتش، وتاكد ان انت مفعل الجرس بتاع الاشعارات على الكل عشان يوصلك كل الفيديوهات اول باول. وعندك حسابات السوشيال ميديا موجوده تحت في الديسكربشن وظاهره قدامك دلوقتي على الشاشه، ممكن انت تتابعني عليها. ولو عندك اي راي اكتبوا لي تحت في التعليقات، كده كده برد على الكل. واشوفكم المره الجايه وبيس.